السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا مش معقولين؟ إن شاء الله الكل بخير، كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. اتصال أكيد يهنوني بالعيد. ألو طيب ما يهنوني بالعيد، اتصال سريع كان بس عادي ما في أي مشكلة. أدري أنتم بتهنوني في الكومنتات، أتمنى تهنوني زي ما أنا هنتكم. ما معنا في العيد إلا نتهنى ونهني بعض بس. وطبعا اللي يبي يعطيني عيدية وكذا يدوس لايك، عيديتي لايك. هي صح في ميزة جديدة اسمها شكرا، تضغطها بفلوس. ممكن تعطوني عيدية عن طريق ميزة شكرا اللي تحت تلاقوها جنب اللايك، فممكن تدوسها. شاحات خطير جاي لهم من ورا. امزح معاكم فقط، يكفيني وجودكم معي بالفيديو، قاعدين تشوفوا الفيديو، فهذه افضل عيدية وافضل هدية بالنسبة لي. على العموم حلقة اليوم مختلفة ونار. بالفيديو اللي فات طلبت منكم ترسموني، وقلت لكم اول يوم عيد بسوي ردة فعل على رسوماتكم، وانا لحد الحين ما شفت الرسمات ابدا ولا شفت رسمة. بنشوفها مع بعض، واتمنى انكم ترسموني بشكل حلو. اتمنى ان الرسومات ادري ما تعرفوا ترسموا، وقلتها لكم بالفيديو اللي فات، ما معكم ما مع جدتي في الرسم، بس نشوف لعل وعسى انكم رسمتوني بطريقة حلوة. ويلا نبدأ. ادري مستعجلين، دوس لايك اذا ما دوس لايك لحد الحين، واشترك في القناة اذا كنت جديد، وفعل ميزة الجرس، وبسم الله ليتس جو على الرسمات. مش معقول. ويلا نبدأ بسم الله. وبصراحة أنا متوتر قلقان من شكلي اللي بشوفه الآن. قد يكون في إبداع وقد يكون في صراحة، لأنه فتحنا المجال للكل، ما قلنا فقط الرسامين المبدعين، للكل، فمن هب ودب خش في الموضوع، فالله يستر. ويلا بسم الله نشوف أول رسمة. لا بارك الله في إبليسك. إيش في أول رسمة كذا؟ مين هذا؟ فورتنايت. أنا أصلا ما أطيق لعبة فورتنايت، أنا ما أحبها وما أحب رسمتك صراحة. بعدين إيش الشعر هذا؟ الله يقرب إبليسك. وحاط مكلف نفسه، حاط قلوب ونجوم، ما شاء الله، ما فلحت إلا بالقلوب والنجوم. قلنا لكم ارسموني أنا زي ما أنا رجل، مش حولوني. ما الناس دي الأيام قاعدة تتحول مستر بيس وصديقه والجماعة، وأنا تبي تدخلوني معهم، والله لن أتخلى عن رجولتي. خلاص يعني العالم صار ألوان، دخلنا خلام معهم. وبعدين إيش الأذن الكبيرة ذي؟ إيش هذا كله؟ هذه أذن تجسس، هذه مش أذن بني آدم عادي. الله يسامحك، ما بقول لك إلا الله يسامحك. عيد الدنيا عيد، ما أبي أدعي عليك، فالله يسامحك. أعطيك تقييم كم أنت الآن؟ واحد من 10. أعطيك تقييم 1 من 10، لأنك 1 من 10 هذا من هنا لهنا بس، أما فوق هذا لا. فتقييمك 1 من 10. مش معقول. لا والله تعبتي نفسك كثير يا مريم، تعبتي نفسك، كلفتي نفسك. البطن بطن سبونج بوب. انا كثير احيانا في الصور، اذا تلاحظوا في صور الفيديوهات تلاقوني مسوي كذا، فاختنا بالله ما شاء الله ما نسيت اللقطة هذه. وايش الشعر هذا؟ احول بعدين. ملابس، على الاقل كلفي نفسك في الرسمة شوية، اتعبي. الشعر كذا والملابس ما تعبت نفسها، خطين كذا وكاتبة راح تعرضوها، ما احنا عرضناها خلاص لبسنا، بس برضو شكرا على الرسمة الزفت. صراحة انا ما اعرف اجامل، زفت للآن، زفت كلكم. مريم ايش من تقييم انا اعطيك؟ انت -2 من 10. انا احتاج منك 2، فوقك 2 دين. هذا تقييمك -2 من 10. مش معقول. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قايل لكم ارسموني، أنا مش باري تيوب. أمزح، ما حد يعرف شكله، أنا الوحيد اللي أعرف شكله طبعا، شبهته استغفر الله. على العموم رسمتك زي الخرا صراحة، آسف، بس هذا مش خشم هذا. والشعر الحلو فيك إنك ما نسيت الخصلة. طبعا شوفوا في الشعر، انا سايب الجنب هذا دائما كذا في شعره، ضبطها ما شاء الله عليك. كاتب توقيع رفيف، شكرا يا رفيف على الزفت هذا. طيب الجسم كمل، ما انت جبت العيد، كمل جسم راس بس. مشغولين تلاقيهم رسموا، كلكم رسمتوا وانتم مشغولين. عيد ارميه، عبله واديله. انت كنت بعطيك سالب كمان، بس عشان انك سويت الخصلة هذه، حبيبي تستاهل 0 من 10. مش معقول. هذه الرسمة رسمني أنا وبنتي.
ينصر دينك. أجمل لقطة الأب وابنته. أخذ اللقطة هذه من الفيديو اللي فات لما قلت لكم ارسموني. شايفين مقارنة سريعة؟ طبق الأصل. مبدع مبدع مبدع. مين هذا؟ شكرا بابيلون. الصراحة الرسمة حلوة جدا، أبدأ قد ما يقدر. أحلى رسمة معبرة بصراحة، وبنتي قاعدة تسمع نبضات قلبي. لا إبداع. أهنيك. هذا أنا أعترف، هذا أنا وهذا بنتي. حب كبير. هذه الرسمة اللي فتحت نفسي، أما اللي فات كان كظمني من أول يوم عيد. انكظمت أنا. بعطيك لأنها معبرة وعرفت تختار اللقطة من الفيديو اللي فات، يعني فيها كمية إبداع قوي جدا. 9 من 10. 9 من 10 تستاهل. وش معقول؟ أوه نخلان مش معقول. لا، هنا في إبداع. هنا خشينا في الألوان. ده أنا نستخدم الرسم الجدي. أبدعت. انتوا عارفين هذه اللقطة إيش؟ هذه الرسمة اللي موجودة هنا عندي في الاستوديو. حاول يرسمها قد ما يقدر، وأعطاني حبة الأذن الثانية فين؟ لا حلوة، مع أني باين سمين شوية في الصورة. أبدعت، بس أنا مو سمين للدرجة هذه، خدودي كبيرة بس حلو. مالك. شكرا يا مالك، ثانك يو. أعطيك تقييم 6 من 10. وش معقول؟ استغفر الله العظيم. منسدح هذا، رازمني وانا منسدح. ايش اللي لا بس في لفت انتباه في الموضوع. الشعر تقول جمهور، اقسم بالله. ايش الشعر هذا؟ اما الشنب حلو. ضبطت الشنب والفم بصراحة. الخشم صغرته حبيبي، لان صغرت الخشم. اما الباقيين كانوا يكبروا خشمي. هل انا خشمي كبير لهذه الدرجة؟ ايش التنمر هذا؟ حرام عليكم. انا برضو انسان، اكل اشرب انام. لا كبرتوا خشمي، واحد كبر اذني. هذا اللي ضبط لي خشم صغير. حلو. حبيبي الرسمة تستاهل 3 من 10. ثانك يو. وش معقول؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. في ايه وكاتب اسمه تحت طه ابو طالب. ايش في اي عرفت. طه هذا كان يرسم وهو يرتجف، كان بردان، مسكين بردان. ايش في يا طه؟ مالك؟ هذه مش رسمة خالص حبيبي. خشمي مثلث كأنه سمبوسة، عيوني كأني بالع شريط مخندرات وممنوعات، وانا ماليش في الكلام ده. والأذن الأولى أوكي رسمها، الأذن الثانية ما قدر يلحق لأن الخد خلاص التزق بنهاية الورقة. فكيف يرسم لكم الأذن؟ هيرسمها فوق الطاولة؟ خلاص ألغاها. ما كلف نفسه إنه يرسم مرة ثانية، ما حصل مجال للأذن، قال سيبه بدون أذن. الله يسامحك، ما بقول إلا الله يسامحك. ليتك استخرت قبل ما تقدم على هذا العمل السيء. أعطيك سالب 1 من 10. فوقك 1. وكاتب إيش كيف بالله زي الخرا. وش معقول؟ اوكي، الرسمة هذه لفت انتباهي شيء، هل لاحظتم؟ ماسوني. ايش المثلثات وراي؟ انا اكره الماسونية، ليش تجيبهم وراي؟ يعني قصدك انا ماسوني؟ انت تتآمر علي؟ لا والله لست ماسونيا ولا شيء. فالمثلث هذا كان لازم تحط لي دائرة، تحط لي كيكة، أي شيء، بس كرسم شخصيتي أنا مالك من المثلثات شيء حلو. إبداع. اليد كبيرة جدا والرأس صغير جدا، بس حلو. وحاط 3 توقيعات، شكلهم 3 أشخاص رسموا هذا الرسم مو واحد. خلنا نشوف. تحياتي أنا يوسف مالك من المغرب. حبيبي يا يوسف، ثانك يو على الرسمة حبيبي. أعطيك تقييم 5. لا ليس 5 عشان المثلثات بننقص 1. 4 من 10. وش معقول؟ أجينا للمخربين، أجينا للناس اللي يشتوا يخربوا. حلو شكله كمان، واخدها من صورة المقطع لأن أغلب الصور عندي مثل ما قلت لكم أحط إيدي. فحلو، حاولت والخصلة طولتها زيادة، بس يبان إنه أنا يعني اللي يشوف من بعيد كذا ويركز بيعرف إنه نخلان. فحلو، بس في عين تحت وعين فوق. كنت نزلت العين هذه اللي في اليسار وخليتهم في نفس المستوى. كنت يمكن أعطيك تقييم
2/10. كنت يمكن أعطيك 2/10، بس طالما أنك رفعت عيني فوق حبيبي 1/10. وإيش كاتب؟ أول مرة أرسم رسمة جميل مثل هذه الرسمة، متابعك من المغرب. حبيبي أنت الجميل مش الرسمة، صراحة أنت إنسان جميل أحبك، وهذه بوسة لك، بس الرسمة لا. بس حلو، محاولة حلوة، 1/10. اللي بعده مش معقول. شخبط شخبيط لخبط لخبيط، مسكين الألوان ورسم نخلان. جاب العيد عدو معطيها ابو لفتة. احلى شيء انك محدد مش معقول. ايه عشان نعرف، لانك لو ما كتبت مش معقول ما اعرف انا انه هذا انا. بصراحة انتوا يشبهني. بس رسمة حلوة، ثانك يو، شكرا على المحاولة. وكاتب ان شاء الله تعجبك. اكيد بتعجبني، كل رسماتكم تعجبني، والحلقة هذه غرضها ان احنا نضحك مع بعض ونتونس، سواء كنت تعرف ترسم او ما تعرف ترسم، بس محاولة حلوة، فعشان كذا اعطيك 1/10. ثانك يو. مش معقول. اوكي، خشينا الان صورة ثانية انا وبنتي. مثل ما انتم شايفين شعرنا النخلة، شجرتين نخلة جنب بعض، مش بني ادمين. بس حلو الصورة معبرة. انا احب اللي يرسمني انا وبنتي، اللي استغل الفرصة هذه، لان الحلقة اللي فاتت كانت بنتي معي، اللي ما شافها يروح يشوف الحلقة. فحلو انكم استغلتوا الفرصة هذه وكاتبين اني انا اقول لبنتي يا عيون بابا ايش تقول للمتابعين، وهي تقول كل عام وانتم بخير. عن جد كل عام وانتم بخير. هو رسمة اوكي مقبولة، بس الشعر انا خلاص، انا شوهني براحتك. البنت الصغيرة ايش ذنبها؟ نضبط لها شوية شعر. الحين لما بنت بتشوف خلاص بتتعقد شعر كذا. اعطيك، بما انك رسمت بنتي، فاي شخص يرسم بنتي لازم تقييمه شوية يرتفع، لاني احب بنتي واحبك انت لانك رسمت بنتي. فاعطيك 4/10 عشان بنتي. بس لو كنت لحالي بالشكل هذا كنت اعطيك -3، بس الحين 4/10. اللي بعده مش معقول. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. سكران هذا سكران. رسمتني في أسوأ حالاتي وأنا سكران. ماليش في السكر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس ليش كذا عيوني؟ تعجبوني إنكم ما تنسوا الخصلة هذه، لازم تنزلوها. صح ان الشعر فوق مبهذل وحالة امه حالة، بس الخصلة تبدأ فيها صراحة. ثانك يو على الرسمة. وهو كاتب اصلا هذه للكوميديا، شكله رسام خطير، هو قاصد انه يخلينا نضحك. اعرف انك مبدع، ان شاء الله في الجزء الثاني تبدع اكثر وتورينا ابداعك عن جد. شكرا على الرسمة. مين؟ معاذ. ثانك يو معاذ. مش معقول. وخشينا في رسم الكمبيوتر. ليتك اخذت ورقة وقلم كان افضل. ايش هذا؟ وما شاء الله راسم الدروع ورا، الدروع راسمهم. وايش كاتب؟ مش معقول 1 بليون سبسكرايب. يا رب من بقك لباب السماء. 1 مليار مشترك يا رب. والله حلو. بما انك كتبت لي 1 مليار فبعطيك تقييم فوق صراحة. 4/10. 4/10 تستاهلها، بس ناقص درع. هنا في 4 دروع انت راسم 3 بس. حلو كرسم كمبيوتر كذا على السريع، شيء حلو. ثانك يو. مش معقول. ما شاء الله، رسمة مش معقولة والله، مش معقولة. حاط لي عضلات. حلو الجسم حلو. افضل شيء سويته لانك جبت العيد فوق بس ضبطتني تحت، شوهتني فوق وضبطتني تحت. يا اخي انت خطير، تعرف تشد وترخي، تلعب بعصابي لعب. الحين ايش اقيم فوق ولا قيم تحت؟ لو قلت بقيم تحت بعطيك 10، اذا قلت بقيم فوق بعطيك سالب. بس كشكل عام رسمة، بما انك اعطيتني عضلات، هو انا حقيقي معي عضلات، ما في داعي اوريكم. بس هو عارف، هو عارف انه معي عضلات، انتم مش حاسين، بس هو حاسس. بما انه انسان حسيس، يعرف يحس ويعرف الناس الاقوياء عن الناس الضعفاء، يعرف يميز. فراح اعطيك 2/10. 2 عشان الجسم حبيبي. ثانك على الرسمة. وكاتب ايش اهم شيء؟ العينين. ما انت رافع واحدة ومنزل، ليش انتوا كلكم دقيقة اشوف نفسي. لحظة اوقف بشكل مستقيم. في عين مرفوعة وعين نازلة يا شباب، اكتبوا لي في الكومنتات ليش الاغلب كذا حاط لي عين فوق عين تحت. اثنينهم في نفس المستوى يا جماعة الخير، حرام عليكم. واحد يعمل لي خشم طويل والثاني يعمل لي عين فوق وعين تحت. قبيح انا للدرجة هذه؟ انا لو قبيح قولوا لي عشان اسيب اليوتيوب واروح اشوف لي شغل ثاني. يعني انسان يبذل قصارى الجهد اللي
باكل التمر لأنهم قالوا التمر يخلي الواحد حلو. حرام عليكم كلكم ضدي. اللي بعده وش معقول. في ايه يا جماعة الخير؟ مين الدب ذا؟ اللي رسم الرسمة هذه شكله دب وزعل لاني في الحلقة اللي فاتت قلت كل دب لا يخلو من الهبل. زعل قام انتقم وخلاني دب. لا، بغير رأيي، اسحب كلامي اللي قلته في الحلقة اللي فاتت. كل دب يمتلئ بالعقل. حبيبي ثانك على الرسمة الزفت. اعطيك -1. -1 حبيبي. وش معقول. اوبا حلو 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 جدا. لابس انا كمامات. حلو حلو. حاول ابدع طلعني بشكل حلو لاني شايف صدمات مثل ما شفتوا الناس مبوظيني على الاخر، فهذا ضبطني، فعشان كذا اعطيك 3/10. قاسم ثانك يو يا قاسم. وش معقول. بدأنا التنمر. قصدك انا اسود صح؟ لا قصدك انا اسود. ايه باين يعني انا ببشرتي كده. قلت لكم كل الناس ضدي، يشوهوني ويبهدلوني ويلعبون فيني في ايه؟ في ايش في انت حبيبي؟ بالراحة بدون اي تفكير. -7 عليك 7. بارك الله في ابليسك. وش معقول. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. احلى شيء في الموضوع انك مستخدم قلمين، الازرق والرصاص. حاولت، اجتهدت، ما كنت كملت تحت. انت والرقبة ذي اللي قد كذا. رقبتي كبيرة جدا بس ملامحي حلوة شوية مقبولة. الشعر ضبطتني وزنت الشعر، صح انه خاشن. والخصلة حاط لي حاط صبعه ورسم كذا. ادري انا اعرفكم، بس حلوة. والتوقيع تحت، انتوا ليش توقعوا؟ سؤال يعني الناس اللي كانت راسمة الصور اسوأ من كذا حاط لي توقيعه ما شاء الله عشان تثبت انه انت. انا لو مكانك برسمها وانشرها من حساب غريب واهرب. مفتخرين قوي. بس حلو ملامحي بصراحة حبيتها. هادئ الصورة. شكلي لا بأس به مقبول، فعشان كذا اعطيك 3/10. ثانك يو. وش معقول. ايوه كذا. هذا بني ادم، يعني بمجرد انك تشوفه تعرف انه بني ادم. اول كنت ترسمه حمير وتقول انه انا. هذا حلو انسان هادئ. الشعر مو خشن زيادة، ضبطه. ثانك يو عن جد. دقنا يعني شاب وسيم. احب انا الرسمات اللي زي كذا. ثانك يو. والخصلة مثل ما قلت لكم كلكم على الخصلة، ما في احد يسيبها. وايش كاتب؟ حاولت ارسم نخلان على قد ما اقدر على العموم. وايش رايكم؟ شكرا من القلب. الرسمة حلوة جدا تستاهل 6/10 حبيبي. وش معقول. تسألكم بالله ذي رسمة. شوف الخاشم عبد المجيد كاتب اسمه بالكتابة خطاط، كاتب اسمه بخط حلو. طيب ليش أنا ما تضبطني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ذا خشم، ذا شعر، ذا شكل. حبيبي للأسف -1 عليك 1. وش معقول. أنا من رأيي نوقف هنا لأنه أكثر من كذا أنا خلاص ما عاد بقى فيني شيء. شوهتوني بهدلتوني، بس برضو أحبكم. وثانكيو لكل شخص شاركنا، واللي ما شارك ممكن يشارك في الجزء الثاني إن شاء الله. إذا حبيتوا هذه السلسلة اكتبوا لي تحت في الكومنتات، راح نعمل كل فترة وفترة كذا. وخلاص ما طول عليكم، كان معكم أخوكم نخلان. أحبكم في الله، أشوفكم في أمان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.